فطار يوم الجمعة دايما مختلف عن أي يوم تاني، خصوصا بقى لو أخرتِ الفطور لبعد الصلاة وعملتِ فطار جامد زي ده. أكيد هيغنيكِ كمان عن الغدا، لأنه هيسد ويشبع لحد ميعاد العشاء، وبكده هتبقي عملتِ أحلى أكلة اقتصادية طعمها تحفة، لأنها من أحلى الأكلات الشعبية اللي بنحبها، أكلة حرشة وطعمة. يلا نشوف عملت إيه، وكمان هقولك على سر البرطمان اللي عمري ما استغنى عنه، لأن هو بيعتبر أساس كل التتبيلات اللي بعملها. يلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. في الكبه معايا راسين من الثوم، 4 قرون كده من الفلفل الكوبي، عايزه تزودي براحتك. حطيت كمان قرن من الفلفل الاحمر الحلو، بيديها تسكيره حلوه قوي. لو عندك كريسه شطه خدت معلقه، او فلفل احمر حامي. ربع فنجان من الخل وربع فنجان من عصير الليمون. حطيت بقى بالمعلقه الصغيره كده معلقه من الكمون والكزبره والشطه، ومعلقه كبيره من الملح. وبس كده خدتهم ضربتهم كويس بقى في الكبة، وبعبيهم في برطمان. أهم حاجة البرطمان نضيفه متعقم وناشف. وبحطه في الفريزر، أطلع منه على قد الاستخدام. دي بقى استخداماته كتير جدا جدا، ده أساسي في كل تتبيلات الفراخ عندي، في كل تتبيلات الأسماك، سواء مقلية أو مشوية، في الجمبري او الكابوريا. ويلا نبدأ فطارنا. معايا حلة على النار فيها 3 بطاطسات مقطعاها مكعبات كده، معايا كمان بتنجانة وفلفلاية. ممكن طبعا تشوي البتنجان في الفرن، بس انا بستسهل. انا معايا حلة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من الثوم المفروم وحبة زيت. اول ما الثوم ابتدى يغير لون كده، نزلت بقرن فلفل، ومعاه معلقة صغيرة من هريسة الشطة. ابتدى ياخد لون حلو كده. حطيت عليه معلقتين كبار من الخل، وهنزل بطماطمايه مقطعاهم مكعبات صغيره زي السلطه كده. هسيبهم يغلوا دقيقتين 3 كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض. ومعايا طماطمايه ضرباها في الكبه، نزلت بيها من غير ولا نقطه ميه. هسيبهم يبقبقوا ويغلوا ويتسبكوا كده حلو مع بعض. هرش عليهم بقى رشه من الكمون والكزبره والشطه، والملح، ونص معلقه صغيره من ال7 بهارات. سبتهم يتسبكوا، وحطيت عليها رشه بسيطه قوي قوي من السكر. غلوتين، وهنزل بالفول بتاعي. وهحط ربع كوبايه كده من الميه، وهسيبهم يغلوا بقى ويستووا مع بعض على نار هاديه. ويلا بينا نعمل بقى خلطه تحفه للبطاطس. بجد لو جربتي خلطه البطاطس دي هتحبيها جدا، والولاد كمان هيحبوها. معايا حبه من الزيت، حطيت فيها معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من هريسه الشطه. لو بتحبي اكلك سبايسي زودي. اول ما اخد لون كده، نزلت بقرن فلفل اخضر حامي بارد براحتك. كمان اول ما اغير لون كده، هطشه بقى بمعلقتين كبار من الخل. واستخدمت الخلطه دي، حطيت من الخلطه او التتبيله اللي عملناها معلقه كبيره من التتبيله اللي عملناها في اول الفيديو. وكمان حطيت على الفول معلقه كبيره من الخلطه دي، بتدي طعم حلو قوي سواء للبطاطس او للفول او للبابا غنوج اللي هنعملوه كمان شويه. هطشهم بقى بمعلقتين من الخل، ونزلت هنا بطماطمايه كده مقطعاها، وسبتهم بقى يتسبكوا. وحطيت رشه كده من الفلفل الاسود والكمون والكزبره والشطه، ونص معلقه صغيره من ال7 بهارات. وقلبتهم كله كويس في بعضه. سبتهم هغطي عليهم الطماطم بس تاخد وتدي مع بعضها كده وتدبل شويه. وبعد كده نزلت عليهم بالبطاطس بعد ما استوت. البطاطس هنا ما تسيبهاش تتهري. انا يعني بطلعها ناقصه دقيقتين 3 كده، هي ما بتغيبش خالص على النار. هقلبها بقى تقلبتين، غلوتين بالظبط، وهطفي عليها. وفي الاخر بحط عليها كده عود من الكزبره الخضراء والشبت. وحطيت برضو على الفول. هسيبهم يغلوا غلوة واحدة بس وتقليبة، وهطفي عليهم النار خلاص كده. بصي البطاطس دي لو جربتيها هتعجبك جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. جربيها بإذن الله، هتعمليها على طول لولادك. هنا بتأكد ان البتنجانة استوت بالسكينة كده. وبصي دي احلى طريقة بحب اقشر فيها، وما بتهدرش خالص في البتنجان، ولا بتخليكي تطلعيه كله. بصي القشرة طالعة رقيقة خالص كده زي ما شفتي. وانا بحب بصراحة اشوي البتنجان على البوتاجاز، بحس ان هو بيطلع ابيض ومش بيسود. الفلفلايه برضو خدتها قشرتها، بتتقشر بمنتهى السهوله. ممكن تعملي الخطوه دي في الكبه عادي جدا، انك تهرسيه في الكبه، بس انا بصراحه بحب اهرسه كده بالسكينه. بحب احس بطعم الخضار، مش بحبه مضروب قوي. هجيب برضو التتبيله اللي عملناها في اول الفيديو، وهبتدي احط منها معلقتين كده
كبار. حطيت كمان معلقة من الزيت ومعلقة من الطحينة. حطيت بقى ملح وكزبرة وكمون وشطة، وقلبت كويس كله ببعضه كده. وكلي بقى احلى بابا غنوج. دي احلى طريقة لبابا غنوج زي ما قلت لك. ممكن تدمجي كله كده في الكبة لو انت حابة. هنا ابتديت اغرف الفول، بصي بقى طعمه تحفة. اهم حاجة وطي عليه النار وقلبيه وسيبيه يغلي كده كام غلوة مع بعض لحد ما يبقى ياخد القوام الحلو اللي انت شايفاه دوت. بصي جربي البتنجان بطريقتي، بالطريقه دي هتدمنيه. انا ساعات بعمله كده اكله لوحدها. تجيبي لك 3 4 ترغيفه بقى واقعدي كلي. اهم حاجه اعمليه بالتتبيله بنفس الطريقه كده. بيطلع حلو قوي. جبت كمان حته جبنه قديمه كده عشان نكمل بقى باقي الاكله الحرشه دي. وحطيت عليها حبه زيت وحبه طحينه. معايا بقى خيار وفلفل وطماطم، قلبت كله ببعضه. ممكن لو عندك جبنه كريمي كمان حطي معلقه. عندك جبنه مثلثات حطي لك مثلثين. بتخلي طعمها حلو جدا. كمان من التتبيله دي هعمل طماطم مخلله. بتبقى تحفه قوي جنب الاكل ده وجنب الفلافل بقى والفول. من نفس التتبيله بنفس البرطمان هحط عليها هنا دوت. البرطمان دوت غير الاولاني. ده دول حبه بقوا انا ضفت عليهم. كان عندي توم اخضر اللي هو اللي بيبقى عروق توم دوت. انا ببقى ضرباه ضفت منه شويه عليهم واشتغلت بيه بيبقى حلو قوي برضو. هنا بقى احنا خلصنا الاكله دي بقى. كانت محتاجه عصير، فعملت معاها احلى شويه عصير ليمون. ممكن تجربيهم، هقولك على طريقتهم برضو بسرعه. ولو لسه بقى مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت ما تنسيش تدعميني بلايك وتعليق حلو منك يشجعني ويدعمني ويرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد ويستفيد. ويلا بينا نشوف عملت عصير الليمون ازاي. انا جبت معايا 6 ليمونات قشرتهم وقطعتهم واتخلصت من البذر اللي فيهم. ومعايا كمان كوبايه من السكر. وجبت كمان حزمه كده من النعناع الاخضر. باخد بس الورق، ما باخدش اي عيدان خالص. انا معايا لتر من الميه، حبيت اعمله بميه. لو انت حابه تضيفي لبن بيبقى حلو جدا باللبن برضو. حطي ميه ولبن مع بعض. حطيت الميه بس وعليها كوبايه من السكر وعليها ورق النعناع. وبعد ما اتاكدت ان السكر ضربتهم كويس جدا واتاكدت ان السكر داب، ابتديت بقى انزل بعد كده بالليمون. ما تستهونيش بالخطوه دي، لازم تضربي السكر بالميه الاول وبعد كده تضربي الليمون. وما تنزلي بالليمون ما تضربيش كتير عشان ما يمررش معاكي. ده سر ان الليمون ما يمررش معاكي، انك تضربي السكر في الميه او في اللبن الاول. وبعد كده اما تنزلي بالليمون ما تضربهوش كتير. يعني ضربتين 3 كده واقفلي على طول الخلاط بتاعك وقدميه. هيطلع معاكي احلى عصير ليمون بالنعناع. مش هيمرر معاكي حتى لو قعد وقت طويل. يلا جربي بقى الاكله الحرشه الطعمه دي بكل اللي فيها بطريقتي، وباذن الله هتعجبك وتعجب الولاد. وصحه وهنا.